مدام لميا عامري، أولا إطلالتك مرة أخرى يعني تثري المشهد التلفزيوني في تونس. تجربة فريدة من نوعها. نحن نثمنوا أولا المجهودات اللي قاموا بها الممثلين. باش تحكي لنا شوية، كانت نتوقع أنه كانت فما صعوبات، أكيد. كانت فما صعوبات كبيرة. لو كان تحكي لنا على التجربة كيفاش كانت، ونتوقعوا أنه باش يكون فما إيجابيات وفما تفاعل من طرف التوانسة، على خاطر التجربة ديما صعيبة، ولكن البداية الحسنة كما يقولوا هي نصف المعركة في الآخر. أكيد هي ما فماش مغامرة، هي مغامرة. هو أول عمل معناتها في التاريخ الدراما التونسية الدبلجة. صحيح فما سبقتها قرينة الشلويشة، ما كان ديسان انيمي وما توصلتش. يعني قلنا مغامرة، والمغامرة تحدي. احنا ادخلناها كتحدي. احنا بالطبيعه قناه نسمة خاطر فكره سي نبيل القروي هي بالاساس، ومن بعد مدام اشواق الحناشي هي اتصلت بيا، وقعدنا نعملوا في تحضير لمده شهر بريسك باش نعملوا الكاستينغ تو. صعوبه كبيره باسكو ممثلين احنا مستانسين بالكاميرا، مستانسين بالميكرو كما قلنا في الاذاعه، ولكن في الدبلجه راهو سان ريان افوار، راهو ما عنده حتى علاقه بالاذاعه. اذاعه نص وتتكلم، الدبلجه عندك قدامك بيرسوناج وتبعها. الوغ خدمنا ما بين 13 و 14 ساعه يوميا. فما ايامات خدمنا نهار الاحد وما عندناش وقت تاع خدمه، عندنا خدمه يلزمنا نوصلوها. فهمت الحقيقه نسمع عاونتنا خاطر وفرت لنا الامكانيات. ايكيب كامله على ذمتنا احنا الممثلين، والممثلين زاد راهو ثناو الركبه. لقينا صعوبه في الاول وتلازيت باش نعمل غينيون خاطر حسيتهم سيء. بديت فما هكا ترجوا يعني، وخفنا وهقنا خاطر انا خفت وهقت وهما خافوا. عملت غينيون قلت لهم راهو سي كيما نقولوا احنا البيبي باش يبدل الخطوه، باش نتعثر في الاول اما من بعد يمشي خطوه خطوه ويخلط بقدره ربي. احنا هكاك راه ورانا باش اسمائنا باش تحط في تاريخ الدراما التونسيه. راهي اول دبلجه صارت في تونس احنا الحقيقه ثناو الركبه وكملنا. وانا راهو عندي بريسونتيمون الحقيقه من قبل ما نعملوا هذا العرض هذا الاول اللي باش ينجح ان شاء الله. فما افكار اخرى وفما مشاريع اخرى في المستقبل من تو طرحينها او تفكروا فيها؟ هو الحقيقة مدير القناة واللي لاهين بالحكاية هذه عن طريق مديرة الإنتاج أشواق الحناشي، هي اللي تبلغني قالت لي راهو فما يمكن زوز ولا مسلسلات أخرين ديجا حاضرين معناتها. يعني ما كنتش باش تقيموا العمل ومن بعد تحكموا، يعني تزيدوا تواصلوا ولا؟ لا خاطر احنا فرحانين بيه وعندنا كامل الثقة الحقيقة واعتقدنا ومازلنا نعتقدوا اللي هو ناجح.